الهلال والجوير. قرار حاسم من الإدارة ينهي الجدل. نجم الهلال يشعل الصراع بين الأهلي ونيوم. شرط جزائي يحدده فريقه الأصلي. مدرب مالكوم الشخصي يكشف المستور. تصرف يحدد وجهته القادمة في دوري روشن. السد القطري يقترب من ضم محترف الهلال. مفاجأة كبرى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة، المصدر الأول لأحدث أخبار الكرة السعودية من قلب الملاعب إلى كواليس الأندية. هنا نوافيكم بكل جديد عن الدوري السعودي، نجومه، صفقاته وتحليلات لا تجدونها إلا هنا. فخليكم معنا وخلونا نبدأ جولتنا الكروية. يستمر الحديث بشأن مستقبل الدوري السعودي. مصعب الجوير نجم نادي الهلال السعودي لكرة القدم خلال الفترة الحالية والتي تشهد فترة الانتقالات الصيفية. وانضم الجوير إلى نادي الهلال عقب نهاية إعارته لنادي الشباب بنهاية الموسم الكروي الحالي، حيث ظهر اللاعب مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب صحيفة الرياضية، كان الجميع ينتظر تجديد مصعب الجوير عقده مع الهلال إلى جانب الحديث حول مشاركته أساسيا، لكن التطورات الأخيرة قد تدفع الزعيم إلى بيع اللاعب في انتظار العروض المقدمة من أندية أبرزها الشباب ونيوم والقادسية. وفي سياق آخر، فشل نادي الهلال في التأهل إلى نصف النهائي بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بعد الهزيمة من نادي فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي بهدفين مقابل هدف. ويسعى الهلال لبداية حقبة جديدة مع المدير الفني سيموني إنزاجي، مدرب نادي الزعيم الجديد القادم من إنتر ميلان، الذي يعتبر من أفضل الأسماء في عالم التدريب برياضة كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، حيث استطاع تحقيق العديد من النجاحات في إيطاليا مع الأزرق إنتر ميلان، بينما فشل هذا الموسم في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا حين هزم أمام باريس سان جيرمان بخماسية نظيفة. ذكر تقرير صحفي هام حول موقف اللاعب خالد الغنام نجم فريق الاتفاق، والذي انتهت إعارته رسميا إلى صفوف فريق الهلال خلال الفترة الحالية. وتراقب الأندية الكبرى أبرزها الأهلي ونيوم موقف الهلال النهائي من ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن إدارة نادي الاتفاق لم تتلقى أي عرض رسمي من نادي الهلال بشأن شراء عقد خالد الغنام، وذلك عقب حضوره مع الفريق في الموسم الماضي معارا والمشاركة في كأس العالم للأندية. الاتفاق لا يمانع في انتقال اللاعب حال وجود رغبة جادة من الهلال، لكن الشرط الجزائي قد يكون العائق، حيث ترغب إدارة النادي الشرقي في دفع 16 مليون يورو من أجل التخلي عن الغنام. وسينضم الغنام إلى تدريبات الاتفاق وسط ترقب مستقبله، لكن الشرط الجزائي سيحدد موقفه النهائي، فيما تبدو إدارة الاتفاق منفتحة حول العرض المنتظر من الهلال. أثار المدرب الشخصي للنجم البرازيلي مالكوم أوليفيرا الجدل بشأن مستقبل اللاعب الحالي لفريق كرة القدم بنادي الهلال، ويسعى الهلال لتعزيز صفوفه خلال الفترة الجديدة من خلال شراء نجوم جدد قبل بداية الموسم الكروي الجديد. وكانت تقارير قد أفادت بأن مالكوم على أعتاب الرحيل عن صفوف الزعيم، فيما تم ذكر نادي النصر كأبرز المرشحين للاستفادة من خدمات اللاعب. ووضع المدرب الشخصي لمالكوم أوليفيرا إيغور أندرادي علامة إعجاب بشأن منشور ذكر اسم النجم البرازيلي ومفاوضاته مع النادي العالمي، في تلميح قوي لإمكانية رحيل اللاعب خارج صفوف القلعة الزرقاء والانتقال إلى الجار اللدود. وتبلغ القيمة السوقية للاعب البرازيلي مالكوم حسب التحديث الأخير من موقع ترانسفير ماركت العالمي 22 مليون يورو. كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن تطورات جديدة في مستقبل مالكوم أوليفيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المتوقع رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. تطورات جديدة في مستقبل مالكوم أكدت جريدة الراية القطرية في تقرير لها اليوم وجود اهتمام من جانب نادي السد القطري للتعاقد مع مالكوم أوليفيرا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وأوضحت التقارير الصحفية ذاتها أن نادي السد القطري في مفاوضات متقدمة حاليا من أجل التعاقد مع مالكوم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وكانت تقارير صحفية بوقت سابق ربطت بين مالكوم مع نادي النصر
بجانب وجود رغبة من أحد أندية الدوري التركي للحصول على خدمات اللاعب. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان توصلكم كل الأخبار أول بأول. كرتنا السعودية تستحق المتابعة، وإحنا هنا عشان ننقل لكم كل التفاصيل لحظة بلحظة. كان معكم المشجع الهلالي، نراكم في فيديو قادم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن تحركات جديدة من إدارة نادي الهلال لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة داخل المملكة العربية السعودية. ويبحث مسؤولو نادي الهلال عن تدعيم صفوف الفريق بمجموعة من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة من أجل المنافسة على البطولات المحلية والقارية، خاصة بطولة دوري أبطال آسيا المقبلة التي يسعى النادي لحصدها بقوة. الهلال يضع خطة جديدة في مركز المهاجم. أكدت تقارير صحفية وجود اهتمام من جانب نادي الهلال بالتعاقد مع المهاجم الكونغولي جيان فيليب ماتيتا لاعب نادي كريستال بالاس الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. ومن المتوقع أن تشهد مفاوضات الهلال مع ماتيتا تطورات جديدة خلال الساعات القادمة تزامنا مع انطلاق فترة الانتقالات الصيفية داخل المملكة العربية السعودية. ويضع الهلال خيارات عديدة في مركز المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة في ظل التعقيدات المتعلقة بصفقة فيكتور أوسمين لاعب نابولي الإيطالي. تستعد جماهير كرة القدم بنادي الهلال للإعلان الرسمي عن أولى الصفقات الأجنبية المتعلقة بفترة الانتقالات الصيفية الحالية. ويتعلق الأمر هنا بالنجم الفرنسي ثيو هرنانديز لاعب فريق آسي ميلان الإيطالي، والذي أعلن مدربه ماسيميليانو أليغري رحيله عن صفوف الروسونيري. وبحسب صحيفة الرياضية فإن فهد بن نافل رئيس الهلال يغادر غدا الثلاثاء من ولاية أورلاندو الأمريكية إلى باريس لحسم صفقة التعاقد مع الفرنسي ثيو هرنانديز الظهير الأيسر بعد الاتفاق معه وناديه ميلان الإيطالي. وأضاف التقرير بأنه سيتم العمل على استكمال بقية الملفات التي يتم دراستها مع الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم. الهلال أتم اتفاقه مع ميلان الإيطالي على شراء عقد الظهير الفرنسي مقابل 25 مليون يورو، حيث سيقوم هرنانديز بالتوقيع على عقد مدته 3 مواسم براتب إجمالي يصل إلى 60 مليون يورو. كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن تطورات جديدة في مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب نادي إنتر ميامي الأمريكي وأحد أهداف دوري روشن السعودي. وتتسابق أندية دوري روشن السعودي للتعاقد مع ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، خاصة الأهلي بجانب نادي الهلال. تطورات جديدة في مستقبل ميسي. أكدت تقارير صحفية صادرة عن شبكة ذا أثليتيك أن نادي إنتر ميامي الأمريكي يشعر بثقة كبيرة بشأن تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الفترة القريبة المقبلة ليستمر مع الفريق حتى عام 2026. ويسعى مسؤولو إنتر ميامي إلى ربط ميسي بمشروع النادي طويل المدى الذي يهدف إلى بناء فريق تنافسي يقوده اللاعب الأسطوري مع الانتقال إلى ملعب فريدوم بارك الجديد، والمقرر افتتاحه خلال عام 2026. واجه ميسي اهتماما قويا من نادي الهلال الذي وضعه كهدف رئيسي ضمن خطة استقطاب النجوم العالميين إلى دوري روشن، حيث أبدى النادي رغبة واضحة في التعاقد مع اللاعب المخضرم البالغ من العمر 38 عاما. ويأمل إنتر ميامي في قطع الطريق أمام العروض الخارجية، ويخطط للإعلان عن تمديد عقد ميسي في أقرب وقت ليبقى قائد المنتخب الأرجنتيني ضمن صفوف الفريق الذي انضم إليه في صيف 2023. ويعتمد مسؤولو النادي الأمريكي على العلاقة القوية التي تجمعهم بميسي إلى جانب الاستقرار العائلي الذي ينعم به اللاعب في ميامي كأحد العوامل الحاسمة في ضمان استمراره وقيادته لمشروع النادي المستقبلي. ومن المتوقع أن يشهد مستقبل ميسي تطورات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة تزامنا مع انطلاق فترة الانتقالات الصيفية داخل المملكة العربية السعودية.